السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أحمد الغاوي، وعدنا إليكم بفيديو جديد من قناة كلام مش هيخلص. وصفحتي على فيسبوك غاوي إديتور، غاوي تعديل. اليوم هنتكلم عن إزاي تحفظ الإعدادات برنامج هاند بريك عندك مدى الحياة. مش لازم كل ما تعمل ويندوز جديد ترجع تعمل نفس الخطوات. الموضوع مش بياخد معاك 5 دقايق، أنا عارف، بس ممكن ال5 دقايق دول تستخدمه في حاجة تاني. وفي نقطة أنت مش واخد بالك منها. افترضنا إنك رحت مكان جديد، لسه هتسطب على الكمبيوتر وتعمل نفس الخطوات. طيب ليه كل ده؟ والشرح ده انتوا طلبتوه مني في فيديوهات سابقة، وأنا فرحان إني أول واحد أعمل الشرح ده. لكن قبل ما نبدأ الشرح، أرجو منكم الدعاء إلى صديقي الراحل الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. أول حاجة هتفتح برنامج هاند بريك وتقوم بسحب أي فيديو داخل البرنامج، وهتروح على بريسيت. ده المكان لو أنت عامل إعدادات خاص بحضرتك. الموضوع ده عملنا عنه فيديو هسيبهولك في صندوق الوصف، وإن شاء الله. وزي ما حضرتك شايف أنا عامل أكتر من شايف بريسيت، الباقي البطيء والسريع، وشايف كل ما أقف على واحد بيديني معلومات عن الإعدادات اللي أنا عاملها، عشان أنا كاتب في الوصف كل اللي أنا عامله في البريسيت. طبعا كل ما ادوس كليك يمين على اي واحد منهم مش بيجيب لي حفظ او حذف. طبعا اول حاجه جت على بالي لما لقيت الموضوع كده، قلت يمكن البرنامج مش بيحفظ البريسيت من داخل البرنامج، فرحت لبارتيشن سي، لان احيانا في اغلب البرامج بيكون الملف ده موجود في بارتيشن السي. دورت على ملف البرنامج هاند بريك، ما لقيتش ملف اسمه بريسيت. معنى كده ان عشان تحفظ بريسيت بيكون من داخل البرنامج. دخلت على برنامج تاني، لقيت حاجه اسمها بريسيتس. دوست عليها، لقيت أكتر من خيارة: Presets, Manage Presets, Save New Preset, Update Current Preset, Set Current as Default, Edit Preset, Delete Preset, Import from File, Export to File, Reset Built-in Presets, Delete Built-in Presets. طبعا لو نزلت ودوست على كلمة Edit Preset هيظهر معاك كل التعديلات اللي انت عملتها، وشايف انا كاتب كل التعديلات في الوصف. هتطلع من ده وهتختار Export to File، هيفتح معاك مكان الحفظ، وغالبا بيكون في المستندات. المهم هتكتب نفس اسم بريسيت اللي انت عامله عشان ما تتلخبطش فيما بعد، وممكن تكتب اي شيء بس عشان ما تتلخبطش اكتب نفس الاسم. انا عامل بريسيت سريع جدا والتاني بطيء، وهوريك الفرق بعينك في آخر الفيديو. المهم بعد ما تكتب الاسم هتضغط على سيف، كده حرفيا حفظ معاك مدى الحياة. تعال نحفظك التاني عشان المعلومة تثبت في دماغك، وما تنساش تحفظ الاتنين دول في ملف عندك على الكمبيوتر، واكتب على الملف اللي انت عاوزه. المهم تفتكر. تعال بقى نمسح البريسيت من داخل البرنامج. هتعمل نفس الخطوات من بريسيتس، بس المرة دي هتدوس على كلمة Delete Preset. هنا بيقولك انت موافق انك تحذف البريسيت، هتضغط على كلمة نعم، وبكده لو رجعت تاني هتلاقي مش موجود، وهنحذف التاني، وبكده انا مسحت الاتنين من البرنامج وكأني لسه مثبت البرنامج حالا. ثم حضرتك هتعمل نفس الخطوات من presets، لكن المرة دي هتدوس على import from file، وهتحدد مكان الملف عندك على الكمبيوتر اللي احنا لسه حاطينه مع بعض، وبعدين هتختار واحد واحد وهتدوس open، وبكده دخل مع حضرتك على البرنامج من تاني. أي خدمة انت بس أمرني. كان معاكم أخوكم أحمد الغاوي، وده صوت بالAI، وسلام.